اللي انا بتكلم فيه من كتر الزن هياكلهم دلوقتي. بصوا اهو. دي احلى حاجه في التربيه السايب. ممكن اصلا يكون دي ملوش علاقه بدي. هنا ايه اللي بايظ هنا ده؟ جت منين دي؟ جت منين دي؟ لانها بصراحه حرام اسيب دكر بالمستوى ده والجمال ده ما يتجوزش يقف لوحده او يتجوز نتايه بلدي. شايفين الدكر عامل ازاي؟ شوفوا لون الريش بتاعه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، ده جابت الاثنين لسه واخد بالي حالا. الله اكبر الله اكبر. ده الزغلول. العادة بتاعتنا الجميلة اللي ربنا ما يقطعها عادة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لسه كالتين كمان زي ما انتم شايفين. يلا بقى نشوف الفيديو بتاعنا عبارة عن ايه. بس بجد فيديو كله أحداث ومفاجآت وفيديو ممتع. كمل معاه للآخر والفيديو يعجبك أوي. طبعا أول حاجة نبص للكتكوتين بتوعنا دول. بسم الله ما شاء الله. في حوار كبير حاصل هنا هحكيهولكوا واحدة واحدة بس مش دلوقتي. ده مش هاخد ده وهقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي. بس تعالوا نخش نشوف حمامة الباقي واحكي لكم القصه لان الموضوع كبير. طبعا نخش هنا. بسم الله ما شاء الله. ده الزغلول اللي تحت الشقلباز الاكوع. بس طبعا ده مش ابنه برضه. ده من ضمن الحوار اللي حصل على فكره. شوفوا كالو الريش بتاعه ازاي مع اني تحتهم تحديد. بس ليه كالو الريش بتاعه كده؟ بص على فكره الزغلول ده العبسي ما علينا. بسم الله ما شاء الله. دول فاكرين طبعا القص اللي كان بايض بيضه بلي. انا مش هسيبه راقد على بيض بلي على الفاضي. البيض ده بتاع البيض بتاع الحمام الاسترالي. خدته من تحتيهم حطيته لهم يرقد عليهم ويخرجوهم. والاسترالي كده كده هيبيض تاني بدل ما اسيبه ايه راقد على بيض بلي على الفاضي. والتاني كده كده انا عارف ان هو هيبيض. بسم الله بسم الله ما شاء الله. قلت لكم اليوم كله جميل النهارده. بسم الله ما شاء الله. ده بقى ملوش علاقه بده. هو في حوار كبير. تعال ناخدها واحده واحده. القص ده ابن الشقلباز الاكول. وده ابن المراسله الجماعيه اللي ورا الباب. دول كانوا صغيرين وكان جنبهم 2 اخواتهم كبار. فانا خدت ال2 الصغيرين حطيتهم هنا وال2 الكبار حطيتهم ايه هناك. ودول كان تحت. وده اصلا الطاجن ده بتاع الحمام الايه العبس. شوف الحمام جعان ازاي. بسم الله ما شاء الله. حاضر هتاكلوا دلوقتي. لسه كاكل الحمام والله دلوقتي. بس انا لسه جاي من الشغل حالا والله. فعشان كده انا مأخر. الساعه دلوقتي 6 او 6 ونص. فعشان كده الحمام جعان. ما علينا يعني خلينا نكمل. المهم ان دول ايه ولاد زي ما قلت لكم. ده ابن القص الاكول والتاني ده ابن القص ايه المراسله الجماعيه. واللي هنا ده ابن العبسي اللي هو ايه اللي هناك. دول مكانه المفروض هما يبقوا هناك اصلا. فانا عملت حاجه كده غريبه لان الشلباز الاكول عندي ما بياكلش كويس. فانا حطيت تحت الزغلولين دول وحطيت تحت الشلباز الاكول حطيت تحتهم ايه القص الايه ابن القص العبسي لان هو واحد لوحديه. بعد كده هنخش نشوف الحلويات دي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ده ابن الذكر الابيض الذكر الابيض. بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. شايفين عامل ازاي. وده ابن ايه الذكر الايه المفصص زي ما انتم شايفين المستوى. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني حاجه ايه ربنا يبارك ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده شكله انبضوا تاني. تعالي كده النتايه راقده هنا اهي كده. بسم الله ما شاء الله. ده جابت الاثنين لسه واخد بالي حالا. الله اكبر الله اكبر. فيديو النهارده ممتع وكله انتاج وكله مفاجآت. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. ده الزغلول المفاجأة. جه وقته بقى عشان اقول لكم ايه الزغلول المفاجأة ده. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا كنت بجوز النتايه اللي هي بقى لها 6 شهور عندي مش راضيه تتجوز دي. بس انت خدت ذكر لوحديها. كنت حاططها هناك فين في عش الزوجيه. الذكر بتاعها فين الذكر بتاعها مش عارف. هو في وسط الحمام هنا. ما علينا. احكي لكم ايه القصه بتاعتهم بالظبط. الاثنين انا لما جوزتهم لبعضيهم باضوا فين في الطاجن اللي موجود. رحت فتحت لهم وكان اول مره طيرهم. طبعا النتايه دي ما شافتش جو عندي قبل كده. والذكر انا كنت مشتريه من عند واحد جاري هنا. راح الذكر طاير والنتايه راحت طايره معاه. الذكر رجع لصاحبه والنتايه منها ما تعرفش الدنيا راحت طايره وما رجعتش تاني. سابوا ايه الجوز بيضات. لقيت واحده فيهم مكسوره. ما عرفتش غير بعدها بيومين اصلا لان انا زي ما قلت لكم ضغط شغل ما بجيش البيت غير كل فين وفين. الجوز بيضات بصيت عليهم لقيت واحده فيهم مكسوره والتانيه سليمه. قلت احط تحت جوز يمكن تطلع. طلعت لنا الله اكبر العسليه اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بسم الله ما شاء الله مستوى وحجم. الله اكبر اللهم صل على النبي. هم اصلا مستواهم عالي. النتايه عاليه والذكر الله اكبر عليه مستواهم كويس قوي. وده ايه الزغلول بتاعهم. فان شاء الله باذن الله تطلع بنوته ونجوزها لابويا. طلع على فكره عشقيه زي امها. بصوا ثانيه. طيب طلع عشقيه زي امها كانت عشقيه. شايفين الريشتين البيض دول الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. وعموما دي تحت القص العطال. النتايه بس هي اللي بتاكلها لان الذكر زي ما نزلت لكم في فيديو الشورتس الذكر مات. فالنتايه بس هي اللي بتاكلها. وابوها والذكرين اللي هم الجمعيه اللي هي دي النتايه دي
والذكر بتاعها بياكلوها برضو، مع انها مش بنتهم، بس انا قلت لكم الحمام السايب حنين، والنتايه والزغلوله دي لما بتقعد تزن والله بياكلوها. وهوريها لكم في الفيديو دلوقتي، هوقف الفيديو اوريكم ما بياكلوها، ما لهمش علاقه بيها اصلا لو اكلوها النهارده يعني. ودي المفروض ان هي يافطه اللي هي كانت موجوده جنبيها، الزغلول البلدي دي، ما شاء الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بس يا معلم ده الزغلول البلدي اللي كانت هي موجوده معاه، فانا ايه سيبته ده لوحدي وحطيتها هي هناك لوحدها عشان تاكل وتكبر، لان انا مش عايز يحصل لها حاجه ان شاء الله باذن الله. تعالوا خلينا نكمل ونشوف الدنيا. ايه ده؟ دي في حاجه بيضه في الارض هنا، ايه اللي بيض هنا ده؟ جت منين دي؟ دي جت منين دي؟ دول تحتهم البطين بتوعهم، القص الاسود الجمعيه تحتهم البطين بتوعهم، شايفين البيضه الله اكبر كبير ازاي؟ القص ده بسم الله ما شاء الله عندي بيطلع لي حمام حلو قوي. بصوا شايفين الفرق بين البطين؟ يقول لهم البيض بتاعهم ونشوف دي جايه منين دي، انا مستغرب هي جت منين دي. والنتايه الشرباص تحتها البطين بتوعها برضه، والبلدي تحتها الاثنين بتوعها. امال دي جت منين ولا بيضه ايه دي؟ مش عارف اصلا، مطقوشه هي لو واخدين بالكم مطقوشه، فلو سبتها ملهاش لازمه. شايفين بقى الدكر ده؟ الدكر اللي هو الاسترالي اللي هو اللي عامل زي الشابوندو ده، جبت له انتاج استرالي جديد. شايفين الزغالين؟ بص بقى ده اللي انا بتكلم فيه، من كتر الزن هياكلهم دلوقتي. بصوا بصوا اهو، دي احلى حاجه في التربيه السايب. ممكن اصلا يكون دي ملوش علاقه بدي، بس هياكلوا. الله اكبر، الدكر البلدي ده بياكل الاتنين بسم الله ما شاء الله زي العسل، زي ما انتم شايفين بالظبط. طبعا عندنا حمام بنجازه في عش الزوجيه هوريلكم دلوقتي، بس انا عايز اعرف احط دول فين، البيضه دي فين. سيما ملهاش لازمه كده، انا هاخدها لان هي كده خلاص مكسوره ملهاش لازمه. دكر الاسترالي بتاعنا اهو. تعالوا اوريكم بقى الاول ايه. شايفين الشربات بياكل ازاي؟ الاتنين بياكلوا الزغلول هناك اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نتايه بتاكل هناك اهي، دي بقى نتايه الاسترالي اللي احنا جبناها له. شايفين؟ لانها بصراحه حرام اسيب دكر بالمستوى ده والجمال ده ما يتجوزش يقف لوحده او يتجوز نتايه بلدي. شايفين الدكر عامل ازاي؟ شوفوا لون الريش بتاعه عامل ازاي؟ لا الله اكبر، دكر يستاهل ما شاء الله عليه يعني. وجبت له النتايه دي، نتايه استرالي جبتها له يتجوزها، وجبت معاها في نفس اليوم الزغلوله الاسترالي دي. الزغلوله دي لو انتوا واخدين بالكم شايفين اصلا البورنيطه اللي عندها اهي، بسم الله ما شاء الله. دول الحمام الجديد اللي احنا جبناه اصلا النهارده. احنا كده جبنا حمام جديد وكنا عازلينهم، بس خلاص الدكر خد النتايه، وانا ما لحقتش اصور فيديو في الاول وافتح الكرتونه بتاعتهم، بصراحه انا مشتريهم من جنبينا. والفيديو اللي انا كنت منزل الحمام للبيع، الحمام كله اتباع الحمد لله، مفيش حاجه فيهم قاعده. وجبت الدكر على فكره، الدكر الجماعي اللي كنت مجوزه للنتايه اهو، شوف زي ما قلت لكم بالظبط. اصلا الدكر ده اللي بياكل الزغلول ده ملوش علاقه بيه، زي ما قلت لكم بالظبط ملوش علاقه بيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الله اكبر بياكل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا الجوده بتاع الفيديو مش احسن حاجه عشان الجو اخر، وانا بصور فيديو متاخر وما عنديش نور ولا اضاءه في الاوضه، بس ان شاء الله نظبط الموضوع ده بعدين ونركب اضاءه في الاوضه ونظبط الدنيا دي بعدين ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم الحمام السايب كويس في كده، والله ان الدكر ده ما يعرف حاجه عن الزغلول ده ولا ابنه اصلا، بس بيروح ياكله. هو حاليا باض والعبس بياكل الزغلولين هناك اهو، بسم الله ما شاء الله. انا قلت لكم ان العبس حنين وبياكل كويس، فعشان كده حطيت تحتيه زغلولين وسبت تحت الاكول ده الزغلول ده بس اللي الدكر بياكله. انا عارف دول هيقوموا الزغلول ده لوحدي، والعبس هيقوم الاثنين دول، وطبعا المراسله على الجمعيه هيقوم الاثنين اللي هناك. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايف مش هين عليه يسيبه يا جدعان، جعان وبيطلع ياكله بجد والله العظيم. ده دي ميزه الحمام السايب، الله اكبر يعني، كله بياكل كله، وانت ما تعرفش مين ابن مين. والدكر ده لما قش هنا في البرنيكه دي ان شاء الله النتايه ايه يومين بالظبط او 3 ويحصوا باذن الله، ان شاء الله باذن الله يومين او 3 ويحصوا. تعالوا بقى نشوف بقى احنا مجهزين ايه في عش الزوجيه. بسم الله. دكر الكريزي ده، الكريزلي ده مجهزينه للنتايه ايه، دي بنت الاسود جمعيه، مجهزينها الدكر الكريزلي ده، لان الدكر ده انا زي ما قلت لكم في مميزات للسايب في عيوب. اعرف لكم ايه العيوب دلوقتي. بص يا معلم انت وهو، اجيبها لكم واحده واحده. انا عندي النتايه السوداء اللي هناك اللي واقفه تحت دي، اللي هي فيها ريشه بيضاء هناك دي، النتايه دي جوده الفيديو مش عارف ايه يا جدعان، معلش ما تعذروني، بس بجد هظبط الموضوع ده. النتايه اللي هناك دي ماخده الدكر الصغير الابيض اللي تحتيها على طول هناك اهو، هو طالع له اهو. راحت بعد ما كانت بايضه معايا يا دوبك عشان شلت البطين من تحتيهم وحطيتهم هنا للقص اللي هو اللي بيض البيضه البلي، راحت دكر الكريزلي واخد النتايه من جوزها. مش فاهم انا ازاي اصلا النتايه سابت جوزها، ولا جوزها اصلا رضي ان هو ياخدها مني. فانا عشان اخليهم ياخدوا بعض تاني عشان هم استرالي هما الاثنين، رحت اضطريت ان انا اجوز الدكر الكريزلي للنتايه الجمعيه اللي هي هنا دي، فانا جوزتها له.
كده حليت المشكله الحمد لله، والحمد لله كده ما عنديش حاجه فرضينات غير الدكارين الجمعيه اللي ما لهمش نتي، دول اللي بجد نفسي اجيب لهم نتايتين حلوين، لان هم ما لهمش نتي عندي ومستواهم كويس قوي. فاللي يسمع الفيديو ده كله لو حد عنده حمام جمعيات كويس مستوى عالي نتي، يا ريت يكلمني ويتواصل معايا عشان اشتريهم منه ان شاء الله باذن الله، اتواصل معاه واخدهم منه. وعايز لو عايز اي حد محتاج اي سؤال ولا اي حاجه برضه يسالني في الكومنتات، وعايز اجيب حمام جديد الفتره الجايه، فيا ريت كله يكتب في الكومنتات نجيب ايه حمام جديد، عايزين نجيب حمام نضيف كده نوع غالي كده ولا حاجه، فكله يعرض علينا يشوف احنا عايزين نجيب حمام ايه، وان شاء الله نشوف الاغلبيه في الكومنتات عايزه ايه ونجيب بسم الله ان شاء الله يعني باذن الله. واهم حاجه يعني لو وصلت معانا للفيديو لحد هنا فانت اكيد عاجبك الفيديو طبعا ومستمتع بيه، فلو مكمل معانا لحد هنا ما تنساش تعمل لنا متابعه لو مش عامل متابعه، وتحط لايك عشان يوصل لاكتر عدد من الناس، وفي نفس الوقت تصلي على النبي في الكومنتات وده اهم حاجه يعني. بس دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله، وباذن الله انا هقدم لكم فيديوهات تانية احسن كتير، ومعلش ان انا متاخر في الفيديوهات انا عارف، بس والله غصب عني، وطبعا اسف على جوده الفيديو، بس هحاول اصلح الموضوع ده في اقرب وقت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.